طبعا انا سعيده جدا بالدوره دي، وسعيده انها بمناسبه انتصارات اكتوبر. دي شرف ليا ان اكون موجوده، ودعوتهم ليا دي على دماغي من فوق، لانه دي بتزيدني شرف وتزيدني حب وتقدير من الناس دي انهم فعلا قدروني. بصي، يعني أنا كنت أتمنى إنه كل فترة، كل كام سنة كده يبقى في عمل يترخ الانتصارات دي، لأنه كانت انتصارات مش طبيعية، وكانت عايدة على الوطن العربي كله مش على مصر بس. وانتصارات أكتوبر دي يعني مصر أم الدنيا، فانتصارها انتصار الوطن العربي كله. فكنت أتمنى إنه كل فترة يبقى في عمل يخلد الانتصار ده، بس للأسف إحنا عايشين على الذكرى بس، لكن مش بنجسدها. بصي، هو يمكن انا لسه يعني انا انا القاهره، فانا لسه ما نزلتش، بس انا زعلانه على اللي فات. كنت متوقعه انه الناس هتبقى مقبله اكتر من كده، لانهم عايزين مصر احسن وعايزين، بس مش عارفه ليه واصل حاجه للناس انه مجلس الشعب ده هيجي، فمش صوتنا اللي هيفرق. للأسف أنا مش، بس ده برضو عايد على إنه الشعب مطحون. الشعب المصري مطحون بجد، وعايش في كارثة حقيقية. الغلا اللي بيحصل، لقمة العيش، القهر اللي هم عايشين فيه. فللأسف احنا يعني يمكن مقصرين مع الناس الغلابة اللي موجودة في البلد كتيرة قوي. فهو ده يمكن السبب انه الناس خلاص بقى عندها حالة ملل وحالة بؤس فظيع، انه انزل ليه، اروح ليه، اعمل ليه، كل حاجة ليه. ما هو بقولك مهما تعملي دلوقتي، انت الجرح مفتوح، لازم تلمي الجرح الاول عشان تتكلمي. طالما الجرح مفتوح صعب قوي انك تقولي للناس تطلعي تتكلمي معاهم. مهما قلتي هيقولك طب داوي جرحي الاول، بعدين اطلبي مني اعمل حاجه للبلد. يعني عالجيني، اكليني، اصرفي عليا، شغليني، وبعدين اطلبي مني اخدم. يعني حسسيني بالامان عشان اقدر ادي البلد. طالما انا مش حاسس بالامان، انا هدي ازاي؟ ودي حقيقه. حبيبتي، بس انا حاليا بصور سلسله دم الجزء الثالث، فاضل لي فيه كام يوم وخلص ان شاء الله، وداخله الرابع. استاذ مجدي بيكتب اهو، يعني يا رب يخلص بدري عشان نلحق نصور. وعندي ورق، بس انا لسه جايه ما بقاليش يومين من بيروت، فان شاء الله هقعد. كنت بتفسح اجازه. لا كنت بتفسح، كانت اجازه. بعيد عن كل حاجه. لا بصي، السيشن كان حلو قوي. انا الكوره دي، انا لعيبه باسكت بول 14 سنه، فكنت سعيده جدا اني بلعب، واخده كورتي معايا اصور بيها، فكانت فكره مميزه جدا من جو نابلسي الماكير بتاعي، وهو ايمن لطفي، كانوا مصرين على الكوره، يقولوا لي خدي الكوره وتصوري بيها، فكنت سعيده بيها جدا. فكنت ماسكاها وانا فرحانه، كان ماسكه عيل من عيالي. الاحساس بقالي سنين ما لعبتش. دايما كل جديد لجيهان قمري على دوشة فن، فدايما تابعوني لاني دايما موجوده معاهم.